إخواتي الصغيرين طلاب الثانوية العامة اللي ربنا هيكرمهم بكلية الطب البشري، أحب أقول لكم ألف ألف مبروك مقدما، وإن شاء الله ربنا يكتب لكم الخير في المكان ده. نروح بقى لطلابنا الغاليين اللي هيطلع لهم في ورقة القبول كلية الطب البشري جامعة دمياط. أحب أقول لكم ألف 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 مبروك، وإن شاء الله تنورونا في كلية الطب. وأحب أقول لكم تاني إن حظكم حلو جدا، لأن دي المرة الأولى اللي بيتعمل فيها فيديو بيشرح نظام الطب في جامعة دمياط. فلو انت من اللي ان شاء الله ربنا هيكتب لهم كلية الطب في جامعة دمياط، فانت اكيد هتستفيد من الفيديو ده. ولو انت ربنا هيكتب لك كلية طب في جامعة تانية، فاسمع برضو الفيديو، لان بيبقى فيه حاجات مشتركة بين كل الكليات الطبية، فهتطلع مستفيد كده كده من الفيديو. السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد مع احمد ابو زيد. قبل ما ندخل في التفاصيل، تعال الاول ننظم الكلام ونعرف احنا هنتكلم عن ايه. هنتكلم عن الفرق بين نظام الطب القديم ونظام الطب الجديد، الفرق بين نظام الساعات ونظام النقاط، الخريطة الزمنية اللي هتمشي عليها خلال دراستك في الكلية، الفرق بين المحاضرة والسكشن، يعني ايه مديول، يعني ايه بلوك، يعني ايه إلكتيف، يعني ايه امتحان مرحلة، وأخيرا هنعرف نظام الامتحانات في كلية الطب. الفرق بين نظام الطب القديم ونظام الطب الجديد: الطب زمان كان عبارة عن 6 سنين دراسة وسنة واحدة امتياز. خلال ال6 سنين بتدرس كل مواد الطب، كل سنة من الستة بتدرس عدد معين من المواد بالتفصيل وبتمتحن عليهم. أما حاليا، والكلام ده من كام سنة يعني من فترة قليلة، نظام الطب اتغير وبقى 5 سنين دراسة وسنتين امتياز. والدراسة خلال ال5 سنين بتتقسم ل3 مراحل: أول مرحلة بتدرس فيها قشور عن كل مادة بشكل سريع، تاني مرحلة بتدرس فيها كل السيستمز، تالت مرحلة بتدرس فيها الكلينيكال. عارف إنك ما انتش فاهم أي حاجة من اللي أنا بقولها، وده طبيعي جدا، بس تابع معايا لآخر الفيديو وهتلاقي نفسك فهمت كل ده. الفرق بين نظام الساعات ونظام النقاط: الدفعة الأولى والدفعة التانية اتطبق عليهم نظام الساعات، أما دفعتي اتطبق علينا نظام النقاط. ومن الواضح كده من اللي أنا قلته إن نظام الساعات ما عادش موجود. طب كان عبارة عن إيه نظام الساعات ده؟ هو بكل بساطة إن كل مديول كان ليه عدد ساعات معينة لازم تجتازها عشان تنجح في المديول ده، وكان معتمد على نظام الجي بي إيه، والجي بي إيه ده بيكون من 4، وليه حسبة معقدة جدا ما تحاولش تشغل بالك بيها، لأن زي ما قلت لك إن نظام الساعات ده ما عادش موجود وما عدناش بنمشي بيه. أما نظام النقاط، واللي أعتقد إن باقي الدفعات الجاية هتمشي عليه برضه، هو إن كل مديول بيكون ليه عدد نقاط معينة، والنقطة الواحدة بتكون ب15 درجة، ومفيش نظام جي بي إيه، بنكون معتمدين على التقديرات. وحابب أقول لك إن ممكن يحصل تغيرات بسيطة في اللوائح، يعني ممكن دفعتنا تكون مختلفة عن الدفعات الجاية في حاجات بسيطة، ولكن الإطار العام واحد، يعني أنا بعرفك الأمور بتمشي إزاي. الفرق بين المحاضرة والسكشن: المحاضرة بتكون مخصصة لدراسة الجزء النظري، وبتكون في مدرج كبير، واللي بيشرحها بيكون دكتور. أما السكشن فده العملي، وبينقسم لجزئين: جزء بيكون في الفصول الدراسية، والجزء التاني بيكون في المعمل، واللي بيشرحه بيكون معيد. الخريطة الزمنية اللي هتمشي عليها خلال دراستك في الكلية: دي صورة بتوضح الخريطة الزمنية اللي هتمشي عليها خلال دراستك في الكلية، بتوضح لك اللي هتدرسه من مديولات خلال ال5 سنين. وعايز أقول لك إن نظام الطب عندنا في دمياط بيكون سنتين أكاديمي و3 سنين كلينيكال. ولو أنت فاكر من شوية اتكلمنا وقلنا إن دراستك في الكلية بتمشي ب3 مراحل: أول مرحلة بتدرس فيها قشور عن مواد الطب، ودي بتكون الترم الأول من سنة أولى. تاني مرحلة اللي بتدرس فيها السيستمز اللي موجودة في الجسم، ودي بتكون من الترم التاني في سنة أولى لحد آخر سنة تانية. وتالت مرحلة اللي بتدرس فيها الكلينيكال، ودي بتكون من سنة تالتة لحد سنة 5. وحابب أقول لك إن ممكن الخريطة الزمنية بتاعت دفعتك تكون مختلفة عن اللي ظاهرة قدامك دلوقتي، وده شيء طبيعي جدا. يعني إيه مديول؟ المديول بيفرق إيه عن دراسة المواد؟ المديول أصلا كلمة معناها حزمة. يعني إيه؟ المديول بيكون أكتر من مادة مع بعض. إزاي الكلام ده؟ عندك مثلا في الطب سيستم اسمه السي في اس، الكارديو فاسكولار سيستم، يعني القلب والأوعية الدموية. ده بيكون فيه كذا مادة في بعض، بيكون فيه فيسيولوجي واناتومي وامبريولوجي
وفارماكولوجي وهيستولوجي والى اخره. كل المواد دي مع بعض بتدرسها في مديول واحد، وده بيختلف ايه عن الماده. مثلا كان عندك في نظام الطب القديم بتدرس ماده اسمها الفسيولوجي، علم وظائف الاعضاء، بتدرس فيها السي في اس، بتدرس فيها الجهاز التنفسي، بتدرس فيها الجهاز البولي والى اخره، ولكن بتدرسهم من ناحيه علم الفسيولوجي فقط. لكن حاليا في نظام المديول انت بتاخد السي في اس لوحده، ولكن بتدرسه من كل النواحي، تدرسه باثولوجي وفسيولوجي واناتومي وهكذا، تدرس كل حاجه عنه في وقت واحد، وده بيكون فيه نوع من الربط شويه. يعني ايه بلوك؟ البلوك بيكون عباره عن 2 مديول، يعني عندك في السنه 4 بلوكات ب8 مديولات. طيب يا ابو حميد، يعني هي مجرد اسامي وخلاص؟ ما كفايه كلمه مديول، لازم نحط بلوك؟ هو الفكره ان عندك في نظام طب دمياط بتدرس كل 2 مديول مع بعض في نفس الوقت، وبتمتحن عليهم بعد شهر او 40 يوم بالظبط. فهي دي الهدف من كلمه بلوك، لان في كليات بتدرس فيها مديول بمديول، لكن عندنا في دمياط بندرس كل 2 مديول مع بعض في وقت واحد. يعني ايه الكتيف؟ الالكتيف بيكون مديول اختياري. يعني ايه الكلام ده؟ الكليه مثلا بتنزل لك 5 مديولات، تختار منهم واحد تدرسه وتمتحن فيه، وبيكون مطلوب منك تحقق في درجه النجاح فقط، على عكس المديولات التانية اللي اتكلمنا عليها، بيكونوا 8 مديولات في السنه، مطلوب منك تحقق فيهم اعلى الدرجات لأنها مهمة في المجموع التراكمي بتاعك. زي ما في إلكتيف، في مواد غير مضافة للمجموع وبيكون مطلوب منك تنجح فيها برضه، زي مادة الميديكال ترمينولوجي. يعني إيه امتحان مرحلة؟ بيكون عندك 2 امتحان مرحلة، امتحان بعد أول سنتين وده بتمتحن فيه على اللي درسته خلال الأكاديمي، وبيكون امتحان اختياري مطلوب منك فيه درجة النجاح، وامتحان تاني بعد ال5 سنين بتمتحن على اللي درسته خلال ال5 سنين، وبيكون مطلوب منك درجة النجاح فقط، وبيكون برضه اختياري. إيه هي مواد الطب؟ لو فاكر في أول الفيديو قلنا إن في سنة أولى الترم الأول بتدرس قشور عن مواد الطب. تعال بقى أقول لك إيه هي مواد الطب دي: أناتومي، إمبريولوجي، هيستولوجي، فيسيولوجي، مايكروبيولوجي، باثولوجي، بايوكيمستري، جينيتكس، فارماكولوجي، باراسيتولوجي. إيه هو نظام الامتحانات؟ وأخيرا نظام الامتحانات. بيكون عندك 4 أنواع من الامتحانات: امتحان سكيل، وامتحان MCQ، وامتحان أوزبي أو أوسكي، وامتحان ريتن. نبدأ بامتحان السكيل. السكيل بيكون عبارة عن امتحان مهارات، وده بيكون في المعمل، وبيكون ما بين سؤال إلى 5 أسئلة. بيبقى في منهم أسئلة على الميكروسكوب، وفي أسئلة على الأطباق، ودي حاجة هتعرفها لما تدرس علم الميكروبيولوجي، وأسئلة مثلا كقياس الضغط لما تدرس CVS، أو قياس الحرارة وهكذا. بتكون كلها أمور تتعلق بالمهارات واللي اتعلمته خلال دراستك للمديول. هنضرب مثال علشان نقرب الموضوع. مديول زي CVS أو القلب والأوعية الدموية، مطلوب منك إنك تكون بتعرف تقيس الضغط في آخر المديول، فهيكون عندك امتحان سكيل عن قياس الضغط، هيكون في دكتور قاعد بيمتحنك وبيشوفك وأنت بتعمل الخطوات، فهو الموضوع سهل جدا لو أنت فاهم المديول ودرسه كويس. تاني امتحان هو امتحان MCQ. ده بيكون عبارة عن امتحان اختيار من متعدد، وده بيكون امتحان إلكتروني على الكمبيوتر، وبيتراوح ما بين 20 سؤال إلى 25 سؤال، وده بيكون على النظري. تالت امتحان بيكون امتحان الأوزبي أو الأوسكي. يعني إيه يا أبو حميد أوزبي ويعني إيه أوسكي؟ ما تتخضش، وهي كلها مسميات، وهو يعني بالعربي امتحان العملي، ولكن في سنوات الأكاديمي بيكون اسمه أوزبي، وفي سنوات الكلينيكال بيكون اسمه أوسكي. طيب الامتحان ده بيبقى إزاي؟ برضو ده بيكون امتحان إلكتروني على الكمبيوتر، بيتراوح ما بين 20 سؤال إلى 25 سؤال، وده بيكون فيه صور، على عكس امتحان MCQ النظري. وامتحان MCQ وامتحان الأوزبي بيكونوا الاتنين في نفس اليوم. وأخيرا امتحان الريتن، وده بيكون عبارة عن امتحان مقالي وورقي، وبتمتحنه في يوم لوحده بعد ما تخلص الأوزبي والMCQ. عايز أقول لك على ملحوظة: أنا قلت لك في أول الفيديو إن في جامعة دمياط بندرس كل 2 مديول مع بعض، ولكن أثناء الامتحانات بتمتحن على كل مديول لوحده. وبكده نكون وصلنا لآخر الفيديو. أتمنى إني أكون فدتك بالمعلومات اللي قلتها. لو حاسس إن الأمور صعبة أو في حاجات منتش فاهمها، اسمع الفيديو مرة كمان، هتلاقي نفسك فهمت الموضوع. ده هيساعدك لما تدخل الكلية تكون عارف الدنيا ماشية إزاي. وحابب أقول في الآخر إنك لو تعرف حد هيدخل كلية الطب، أو بالأخص كلية طب دمياط، متبخلش إنك تبعتله الفيديو يشوفه، لأنه هيفيده.